هو لازم نجيب تلاجة وديب فريزر ولا ممكن نكتفي بتلاجة بس؟ بصي، هما بصراحة الاتنين مهمين جدا وكل واحدة بتعمل حاجة غير التانية. عندك التلاجة دي بتنفعنا بقى في الجبن، باقي عندك اكل لازم تحطيه في التلاجة عشان تسخنيه تاني يوم، كل الحاجات البسيطة دي التلاجة مهمة بالنسبة لها. ولو ما عندكيش ديسبنسر التلاجة بتنقذك في المية الساقعة. والفريزر برضو ليه مميزاته، اهم ميزة فيه بقى ان احنا نقدر نجيب كميات ونخزنها فيه. نرجع بقى للسؤال اللي سألته في اول الحلقة، نجيب ايه؟ وهنا الاجابة في استخدامك انت. لازم تبقي عارفة انت عايزة ايه وانت هتستخدمي ايه. يعني مثلا لو عروسة ولسه بتجهزي ينفع تكتفي بالتلاجة بس، لان بنسبة كبيرة لما تتجوزي انت لسه بتتعرفي على المطبخ، ويا عالم بتعرفي تطبخي ولا لا. فالتلاجة هتقضي معاكي الغرض وفيها مساحة تجميد معقولة، فانت كده في اول الجواز مش محتاجة تجيبي الفريزر. اما انت بقى لو ام وعندك عيال والبيت فيه ضغط فلازم تجيبي الفريزر، علشان انت هتحتاجي مساحة تجميد اكتر، علشان لو بتجيبي لحومك بالاسبوع تعرفي تجمديها، ولو جبتي طماطم وعملتيها صلصة تلاقي مكان تجمديها فيه، والمانجا تخزنيها فيه، ولو لقيتي اي حاجة عليها عرض هتجيبيها وتحطيها في الفريزر. ده غير زيارات الاهالي اللي بتجيب لك حاجات وساعات بتيجي بكمية كبيرة هتسيبيها تبوظ بترفعيها في الفريزر. انا هنا ما عنديش اجابة واضحة هقولها لك، اللي هقوله لك راجع استخدام. بس انا هنا بقى بنصح العرايس الجداد لما تتجوزي انك تجيبي تلاجة بس، الفريزر مش هتحتاجيه قبل 4-5 سنين.